لو شلنا كل لقب وكل صفه وكل وظيفه ومسحنا البايو بتاعك، هتكتب مين انت؟ انت مش التايتل اللي الناس بتديهولك ولا اللي بتستخدمها عشان تحس بقيمتك. عارف المشكله ايه؟ ان احنا بنبني ادراكنا لذاتنا حوالين الادوار الاجتماعيه مش القيم الجوهريه، والحته دي اسمها سوشيال ايدنتيتي ثيوري. النظريه بتقول ان احنا بنعرف نفسنا حسب الجماعات اللي احنا موجودين فيها او اللي بننتمي ليها من شغلي او جنسيتي او لبسي. ده ممكن يوقعنا في فخ اسمه ايدنتيتي فيوجنز اللي هو دمج الهويه، لما تحبس نفسك جوه دور اجتماعي. ولو كل يوم انت بتقيس نفسك بالفولورز وشغلك وشكلك، يبقى انت كده عايش جوه حاجه اسمها اكسترنال ايدنتيتي لوب، وبيقصد انك تعيش نسخه مصنوعه عشان الناس تبص لك كويس وتنسى تبص لنفسك من جوه. طب والحل؟ انك تبني هويه جديده اسمها كور بيز سيلف ايدنتيتي، يعني تعرف نفسك من جوه مش من شغلك ولا من نجاحك ولا من شكلك. في هنا مفهومين، كور سيلف وكونستراكتد سيلف. المصطلحين دول جايين من علم النفس التحليلي وعلم النفس التركيبي من كارل جون وكارل روجرز. الكور سيلف اللي هي ذاتك الحقيقيه، قيمتك، نيتك، ضميرك. طب والكونستراكتد سيلف الصوره اللي بتبنيها عشان تنال قبول الناس. البرومتس اللي جايه دي مش معموله عشان تديها للذكاء الاصطناعي، دي معموله عشان تكتبها لنفسك، يعني تكتب عشان تشوف نفسك مش علشان حد يحللك. استخدمنا كلمه برومتس لانها معناها الاصلي في العلاج النفسي سؤال تاملي يحفزك تواجه نفسك وتشوف اللي جواك. اوقات بتكتب عشان تحول افكارك من دوشه لادراك حقيقي. لو بعد ما كتبت حبيت توري اجابتك للاي اي، ممكن يساعدك تحلل لغتك، يكتشف نمط معين بتكرره. لكن الاي اي ما ينفعش يبدا من نفسه، لازم تبدا بيك انت. هنبدا البرومتس اللي احنا اتفقنا عليها، واول مجموعه whom am I really. strip away my job title, my appearance, my achievement. شيل من عليك خالص المسمى الوظيفي بتاعك وشكلك والانجازات بتاعتك، واسال نفسك وجاوب عليها. what value do I truly live by? what do I want to give even لو محدش شافني اصلا يعني. what pain shaped my integrity. يعني ايه القيم اللي بتقودك مش اللي تتمناها. اللي بعديها نيتك بدون ما حد يسقف لك ولا حد هيشوفها تكون ايه. والثالثه مصدر قوتك الاخلاقيه الحقيقي بيجي منين. النوع ده من البرومتنج اسمه اكسيستنشال برومتنج من مدرسه العلاج بالمعنى اللي هي اللوجوثيرابي. والهدف في البرومتس ده كشف القيم الحقيقيه اللي بتبني هويتك، مش اعتماد خالص على اللقب او الشكل، بل على النيه والتجربه. ونخش في البرومت الثاني بتاعنا النهارده، وهيبقى بيرسونال ميجن جنريتور، وده هتعمله بشكل يومي. What am I building that reflect who I am. مشروعك اللي بيعبر عنك هو ايه. What part of me is evolving today. لحظه النمو الواقعيه بتاعتك هي ايه. How does today reflect my future self. ربط بين يومك وشخصيتك اللي بتكبر هتبقى ماشيه ازاي. والنوع ده اسمه ناريتيف ايدنتيتي برومتنج، وده من مدرسه السايكولوجي اوف ناريتيف ايدنتيتي. الهدف منه بناء قصه ذاتيه واعيه تربط بين يومك ومستقبلك، تفكك فكره الانجاز كشو وتحولها لهدف مستمر. وربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الاسراء قل كل يعمل على شاكلته. يعني كل واحد بيتحرك من جوه طبيعته وهويته، مش من لقبه ولا صورته. التغيير الحقيقي بيبدا من الشاكله اللي هي الاخلاقيات والسلوكيات والحاجات اللي اتربيت عليها والمبادئ والقيم، مش من الشو. ومن النهارده بقى ما ينفعش تفضل النسخه من توقعات الناس. ابدا يلا من جديد، من غير لقب، من غير بايو، من غير شو. ابدا لنفسك، ليك انت بجد. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والفولو والشير لعلنا نستفيد. سلام.